الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة نظمت مديرية الأمن العام يوما تدريبيا في مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية، وذلك بمناسبة عيد ميلاد جلالته الخمسين. حضره مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي. لدى وصول جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مدينة الملك عبد الله الثاني التدريبية وحضوره اليوم التدريبي الذي أقامته مديرية الأمن العام، استمع جلالته إلى إيجاز قدمه آمر المدينة بين فيه أهم الاستراتيجيات التدريبية التي انتهجتها مديرية الأمن العام وانعكاساتها الإيجابية على الخدمات المقدمة للمواطنين. كما استمع جلالته إلى إيجاز قدمه قائد المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، تناول فيه أهداف المركز وما حققه من إنجازات من خلال تدريب وتأهيل أعداد كبيرة من الوافدين إليه من الدول الشقيقة والصديقة، وإكسابهم الخبرات الشرطية والأمنية التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم في بلدانهم بكل حرفية ومهنية. وشاهد جلالته عروضا تدريبية قام بها عدد من وحدات الأمن العام، أبرزوا من خلالها العديد من المهارات الشرطية والأمنية في عمليات مكافحة الجريمة وإلقاء القبض على المطلوبين وعمليات المداهمة والاقتحام. الشرطة الخاصة أثناء انتشارها معززة لفرق الطوق أثناء انتشارها معززة بطائرات عمودية وحدها. يتم الآن عزل الموقع بطوق قريب من قبل فرق الطوق التابعة لمجموعة الشرطة الخاصة 30 صوات مع مراعاة قواعد الاشتباك الخاصة للطوق وعدم تقاطع النيران. يقوم الأشخاص المطلوبين الآن بإطلاق النار باتجاه فرق الطوق حتى يتم الرد عليهم بالنار. تقوم الآن سيدي فرق المداهمة والتقرر للمنزل للتعامل مع الطابقين بنفس الوقت باستخدام إشارات خاصة ومهمات الخلع اليدوية والقنابل الصوتية. يتمكن الآن أحد المجرمين من الفرار من أحد شبابيك المنزل حيث يتم إصابته من قبل القناص الموجود بالطائرة العمودية، وتتم السيطرة عليه من قبل أفراد الطوق. إخلاء المطلوبين وتسليمهم بعد إلقاء القبض عليهم وتقييدهم. يتم الآن تطويق وعزل المنطقة المحيطة بالمنزل بطوق بعيد من قوات البادية الملكية. وزار جلالة الملك عبد الله الثاني على هامش اليوم التدريبي معرضا خاصا ضم أحدث ما تم إدخاله إلى جهاز الأمن العام من آليات وتقنيات تكنولوجية وشرطية حديثة أسهمت في الارتقاء في الخدمات التي يقدمها للمواطنين.
وحضر اليوم التدريبي سمو الأمير راشد بن الحسن ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك وعدد من كبار ضباط الأمن العام. نقيب وصف العتوم، المكتب الإعلامي، مديرية الأمن العام. بحث رئيس الوزراء عون الخصاونة مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب